صديقي الإنسان، ازيك؟ عامل ايه؟ أتمنى يا رب تكون بخير. إن شاء الله النهاردة معانا حلقة قوية عن تحالف من أسدين إخوات حصل بينهم مشاكل لكن برضه فضلوا إخوات. أسدين انتقموا لآبائهم من أعدائهم، أسدين شقلبوا كل كينيا. يلا بينا من غير كلام كتير ندخل في الدهاليز على طول ونتعرف على كاكا وماري دادي. بس زي ما احنا متعودين صديقي الإنسان، قبل الكلام واجب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من سلسلة أساطير الأصول. صديقي الإنسان، يلا بينا ما نضيعش وقت ونطير بسرعة لقلب ماساي مارا في كينيا، عشان هناك هنقابل أسدين إخوات شكلهم جميل جدا. الأسدين كونوا تحالف مع بعض اسمه فيك تري بويز ميلز أو تحالف شجرة التين، وليهم اسم تاني هو فيك تري برايد ميلز أو موريجو ميلز. كل دي أسماء لتحالف الأخين. الأسدين اتولدوا في قطيع إناث باراديس برايد، وآبائهم هم 4 كيلومتر ميلز وبلاكي وليبستيك اللي سبق واتكلمنا عنهم في حلقة لولبربيت والبرنوتي. كاكا وماريدادي اخوات من نفس قطيع الاناث لكن مش من نفس العمر، لان كاكا كان اكبر من ماريدادي بسنة. كاكا اتولد يوم 6 ابريل سنة 2012، وماريدادي برضه اتولد في نفس اليوم ونفس الشهر لكن سنة 2013. في يوم من الايام كان ماريدادي شكله جميل جدا قبل ما اخوه شلفط له وشه. كاكا عمل له فتحه في مناخيره في معركه شرسه قامت بينهم بسبب الهيمنه والسيطره على لابوها. المعركه دي حصلت قدام السياح اللي كانوا واقفين مصدومين بسبب ان الاخوات اللي في تحالف واحد قاعدين بيتعاركوا جامد مع بعض، وبسبب لابوها بريا هيتول وزوجها هيتول دينيش كومار كانوا بيزوروا ماساي مارا في كينيا، وفجاه في مخالب خبطت في العربيه بتاعتهم. كاكا وماريدادي معروفين جدا في المحميه. بريا اللي بتشتغل محاسبه وعندها 36 سنه ومن نيروبي بتقول انها شافت كاكا كان قاعد جنب بركه صغيره عشان كان عطشان جدا بعد التزاوج مع لبؤة من إناث القطيع، وبتقول كمان إن اللبؤة كانت قاعدة وراه لكن قامت ومشيت بعيد عنه فجأة. كاكا افتكر إنها رايحة لنفس المكان اللي كانوا بيتزوجوا فيه مرة تانية، لكن اللبؤة كانت شافت ماريدادي وراحت له. كاكا بعد ما خلص شرب من البركة ولسه بيبص على اللبؤة عشان يقول لها يلا بينا نرجع نكمل تاني، ما لقاهاش قدامه. وقتها كاكا اتجنن وبقى بيدور عليها في كل مكان، وبعد تدوير كتير قرر انه يشم ريحة مخالبها عشان يعرف هي مشيت في انهي اتجاه. وفعلا كاكا لقى اللبؤة بس قفشها وهي مع اخوه الذكر ماريدادي، ووقتها بس بدأت العركة. كاكا عور ماريدادي في مناخيره لكن كاكا كان ضعيف برضه، وبعد الحوارات دي كلها اتصاب واتهزم في الاخر، وكل اسد خد جنب بعيد عن التاني، واللبؤة بنت اللذينه اختفت في ثواني. كاكا وماريدادي كانوا هم الذكور المسيطرة على قطيع إناث شجرة التين، وخلفوا أشبال كتير جدا في المنطقة، ومن أولادهم وحشين صغيرين اسمهم أوسيوبات ونايكن ديو. الأسدين دول بالرغم من سنهم الصغير لكن ضربوا وقتلوا أسماء كبيرة في ماساي مارا زي عمهم لونج فيس، وكمان شاركوا أكلهم مع لولبربيت في أيامه الأخيرة، وإن شاء الله نبقى نعمل عنهم حلقة في المستقبل لأن حكايتهم فعلا تستاهل. يوم 8/3 سنة 2020 كان الأخين سيطروا كمان على قطيع إناث ماجي يافيسي برايد وتزوجوا معاهم وخلفوا أشبال جديدة هناك. تحالف كاكا وماريدادي عندهم اخوات تانيين مشهورين جدا لكن مش من نفس الآباء، هم من نفس قطيع الإناث بس، زي لونج فيس وبلاك 2 وليبستيك 2. يوم 2 اكتوبر سنة 2020 دخل لأرض الأخين تحالف أبناء بلاك روك الخمسة. الأخين أول ما شافوا تحالف الخمس شباب خلعوا وراحوا للجانب التاني من أرضهم، لكن كانوا وقتها بيقربوا من تحالف أشرس وأقوى اسمه كيسينا ميلز، واللي بيتكون من 3 ذكور أقوياء جدا. حراس المحمية بيقولوا إن ماريدادي دخل في معركة مرعبة مع 2 منهم، ومن وقتها ما ظهرش تاني. وبعدها كاكا بقى لوحده ورجع لمرحلة التشرد والرحالة، ولحد دلوقتي بيقاتل في سافانا مارا لوحده، والخبراء بيقولوا انه ممكن يرجع من تاني ويعمل تحالف مع ابنائه ويرجعوا سوا امجاد الماضي، ومين عارف ايه ممكن يحصل بكرة، الله وحده يعلم. وبكده يكون خلص فيديو النهارده من سلسلة اساطير الاصول. ان شاء الله استنونا في حلقات جاية اقوى وامتع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.